السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو ديالي. هذا الفيديو هذا جبتو خصيصا الناس اللي مقبلين انهم يفرشوا الصالون البلدي ديالهم او الصالون المغربي. بغيت نعطيهم بعض النصائح وبعض الخطوات غيتبعوها ان شاء الله، وغادي ي- يفرشوا الصالون ديالهم بواحد الاريحيه وبواحد النتيجه اللي تبهرهم إن شاء الله. بين هاد النصائح اللي غادي نقدّم لكم أو الخطوات بالأحرى. ملي تنبغيو نفرشوا الصالون المغربي ديالنا، أول خطوة هي تنختاروا الخشب اللي غادي يكون اللي غتحط عليه الماطلة. هاد الخشب راه كما كنت أكدت عليكم ووضحت لكم في واحد الفيديو سابق ديالي في القناة ديالي. يعني غناخدو العبار ديال الصالون، غناخدو العبار، يعني غادي ناخدو الطول وناخدو العرض. العرض ديال الصالون البلدي ديال البروفوندور ديال السداري، يعني ما خاصوش يقل على 65، ما خاصوش يفوت 80. يعني إلا كان عندنا اتساع أو الصالون اتساع كبير، يعني نقدروا نديروا فيه 80 سنتيم في البروفوندور، يعني العرض ديال السداري. أما إلا كان عندنا الصالون شوية ما كبيرش بزاف، يعني غنكتفيو بديك 65 حتى ل70 مزيانة. 70 غتكون مريحة لا في الجلسة ولا في حتى الإنسان اللي باغي يتمدد عليهم أولا ينعس عليهم. هذه من جهة. من جهة ثانية، يعني ملي تنختاروا دوك السدادر تيكونوا إما فيرني إما طابيسي إما منقوشين. هذاك تيبقى حسب الاختيار أو حسب القدرة ديال كل واحد. تاني خطوة هي أننا تنختاروا الماطلات اللي غنجلسوا عليهم. تنفضل وتنأكد على الناس اللي باغيين يرتاحوا في الصالون المغربي ديالهم، سواء في الجلسة سواء اللي بغى يتمدد عليهم الإنسان، هو أنهم يمشيو ياخدوه من شركة تكون معروفة ذات جودة عالية. راه تبارك الله عندنا في المغرب كاينين شركات بزاف، عندهم يعني جودة في الماطلات ديالهم. تتكون هاد هاد الماطلات تتكون مقادة بالنسبة للعبار، بالنسبة للطول، العرض، البروفوندور، تتكون مقادة مزيانة بغض النظر. هادوك تيكونوا معمرين عند يعني عند اللي تيصايب الحيف أو اللي تيصايب الماطلات، اللي تنقولوا ليه حنا بالعامية ديالتنا مضاربي. راها تتكون شوية ما عندهاش شي جودة زوينة أو ما جودة عالية. تتكون حتى القياس ما تيكونش غادي مقاد. اللي تيكون غادي مقاد مصايب في العبارات ديالهم وكلشي تيكون داكشي كلشي زيت هو عند الشركات. يعني بحكم التجربة ديالتي راه الشركة تعطيك داكشي نيت، العبارات في الطول والعرض والبروفوندور. هذه من جهة. من جهة ثانية تيبقى لينا ملي تنحطوا السيدرات ونحطوا الماطلات، تيبقى لينا التلميطة ديالهم. كيفاش غنختاروا التلميطة ديال الصالون ديالنا؟ هاد اللون ديال التلميطة تيختلف من صالون لصالون. يعني ما يمكنش واحد الإنسانة مشات عند صاحبتها أولا أختها أولا جارتها وشافت واحد اللون ديال واحد التلميطة وعجبتها، نقول حتى أنا نقدر، تقول حتى هي تقدر دير بحال هاديك التلميطة. بالعكس لا، راه هذاك اللون ديال التلميطة تيختلف من صالون لصالون. بالنسبة اللون تدخل فيه عدة عوامل. كاين أولا المساحة ديال الصالون، ثانيا الإضاءة، ثالثا اللون ديال الفيرني ديال دوفونتير، رابعًا الصباغة ديال اللي تتكون في الحيط. يعني كلها عوامل تحتم علينا أننا نختاروا واحد اللون اللي مناسب لهذاك الصالون. نقول لكم إلا كان الصالون الفيرني يعني ديال الدوفونتير ديال السداري كان مغلوق كما تشوفوا في هاد الصالون هذا، راه ضروري خاصنا ناخذوا واحد اللون يكون مفتوح بالنسبة للفليمطات. أما إلا كان اللون مفتوح راه خاصنا ناخدو لون مغلوق بالنسبة للطلامط. كذلك إلا كان عندنا اللون ديال الحيط كان مغلوق، راه ضروري خاصنا ناخدو واحد اللون مفتوح باش يبهج لينا ويعطينا واحد الإضاءة بالنسبة للصالون ديالنا. كما قلت لكم إلا كان الصالون صغير راه خاصنا ناخدو واحد اللون يكون مفتوح
باش يعطينا واحد اتساع، تيبين إلا كان اللون مفتوح راه تيعطينا واحد المساحة كبيرة بالنسبة للصالون. كذلك إلا كان عندنا الإضاءة، إلا كان عندنا واحد الصالون ما فيش الإضاءة بزاف، راه خاصنا ناخدو واحد الثوب اللي يكون مفتوح باش يضوي لينا داك الصالون ويعطينا واحد المساحة كبيرة بالنسبة للصالون ديالنا. هادو كلها عوامل تتدخل لينا في اختيار ديال اللون ديال الصالون ديالنا. نتمنى إن شاء الله نكون فدتكم في هاد الفيديو، وإن شاء الله الفيديو اللاحق غادي نقدم لكم بعض النصائح تتعلق بالاختيديات ومسائل أخرى. ونتمنى اللي عجبو هاد الفيديو يضغط على زر يضغط على اللايك، واللي باقي ما شاركش يشارك معايا في القناة ديالي. وشكرا وإلى اللقاء.